بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم ارحم امي وامهات المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده في الصورة، او لما الست بتصبر على راجل مقرف بتقول رخيصة ما عندهاش كرامة. دي المجتمع بتاعنا هو اللي بيقول كده. ولما بتطلق منه بيقولوا ليه ما استحملتش عشان عيالها. ولما بتاخد عيالها عند اهلها بعد الطلاق بيقولوا هي جاية تكوم على اهلها بعيالها كمان. ولما بتتاجر وما بتأجر شقة بيهم عشان ترتاح من الذل بيقولوا دايرة على حل شعرها. ولما بتحبسهم في الشقة عشان تروح تشتغل وتصرف عليهم بيقولوا يا قلبها سايبة أطفالها لوحدها. ولما بتتمرمط بيهم بيقولوا هي مشنوقة بيهم ليه، ما ترميهم لابوهم او لبيهم. ولما بتروح المحكمة عشان تاخد من الباشا نفقة وترتاح من الشغل وتقعد تفضل عيالها بيقولوا عليها ناشز وبهدلت الراجل في المحاكم وعاملاها سبوبة. ولما بتزهق وتيأس وتستسلم وتسيبهم لابوهم بيقولوا المفترية اللي ما عندهاش قلب اللي رمت عيالها. ولما بتقعد كده لا محصلة متجوزة ولا بتربي عيالها بيقولوا اصلها مش لها في الجواز او مش لها في الزواج ولا لها في فتح البيوت. ولما ربنا بيقدر لها انها تتجوز بيقولوا الولية اللي ماشية ورا نزواتها. ولما ربنا بيعوضها فعلا براجل محترم وترجع تدور بس انها تشوف عيالها بيقولوا مش اتجوزتي عاوزة ايه من عيالك. ايها الظلمة الضالين المضلين كفاكم ظلم. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم كفاكم تجريح. فتلك المرأة ربما تكون في يوم من الايام اختك او بنتك. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل زوج او راجل ما يقدرش قيمة الست اللي معاه. لو ست محترمة احترمها. لو ست عايزة تساعدك ادعمها. لو ست عايزة تشيل معاك مسؤولية ادعمها وخليها بتبقى واقفة جنبك. ايه يعني الست تشيل معاك لو انت ما عندكش؟ لو انت اصلا سايب ولادك وسايب عيالك من غير مصاريف، عيالك اولى بيهم مش حد اولى بيهم. لما بتطلق بتقولوا ما استحملتش عيالها. الست لها طاقة، كل واحدة مننا يا جماعة لها طاقة تستحملها ازاي. انا مش بهاجم الرجالة، في رجالة محترمين كتير، في رجالة محترمين كتير، فانا كلامي للظلمة. يا رب اللي تشوف الفيديو تعمل لايك وشير وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.